أهلا بيكم. أنا منى أحمد مديرة فريق الماسة في شركة إيكوي. النهاردة هنشرح مع بعض إزاي تحسبي مكسبك بالظبط من الشركة. طبعا أنت لما بتدخلي مشرفتك بتقولك مثلا لو عملتي 100 نقطة هتاخدي 320 جنيه و200 هدايا، لو عملتي 500 نقطة هتاخدي كذا، لو دخلت حد معاكي هتعملي كذا. لكن أنت لازم تكوني شريكة واعية. احنا بنكون حريصين جدا 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 على تثقيف كل شريكة جديدة معانا، بحيث أنت تعرفي تديري مشروعك بشكل كامل، ما تبقيش معتمدة على حد، أنت بنفسك تعرفي تحسبي انت هتاخدي كام، وتشوفي فعلا لما تعملي المبيعات دي هتاخدي المكسب ده ولا لا. يلا بينا نشوف مكافآت ايكوي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله المكاسب كتيره جدا، وعندنا نوعين من المكاسب. المكسب الاول لما بتعملي مبيعات على انت بكودك الشخصي، بتعملي انت بنفسك مبيعات. طيب انا مثلا لو عملت مبيعات سي ب 5000 جنيه، هاخد مثلا نقول 1000 جنيه مكسب نفترض. طيب انا عاوز اخد 5000 جنيه، انا عاوز اخد 50000 جنيه، انا عاوز ابيع بمليون جنيه في الشهر. هيكون صعب ان انت تعملي دي بنفسك، فالشركه بتديكي ميزه تكوين تيم معاكي. يعني هتاخدي مكسب مش بس على مبيعاتك الشخصيه، لكن على مبيعات الناس اللي بيشتغلوا معاكي في الشركه، وهم بيعملوا مبيعات من خلالك انت. فده ميزه شركات البيع المباشر، ان انت بتوصلك للحريه الماليه من هنا. انت ممكن ما تكونيش قاعده بنفسك بتتابعي الشغل وبتتابعي الاوردرات وتسليم الاوردرات وكذا، لكن في ليكي تيم كامل جوه وبره مصر هو بيعمل المبيعات وانت بتتابعيه وبتاخدي مكافآت عليه. طيب انا هستفاد ايه لما ابيع المنتج بنفسي؟ لان انا لازم الشركه بتديني مكافاه كشريك معاها مقابل ان انا بعت لها المنتجات دي. باخد حاجه اسمها كاش باك، وباخد هدايا. الكاش باك فلوس بترجع لي، خصم بيرجع لي في حسابي اخر كل شهر. والهدايا هي منتجات باخدها هديه من الشركه. يعني لو نفسك في اي منتج من منتجات ايكوي تقدري تشتغلي في ايكوي وتاخديه هديه من الشركه. لو عاوزه تحسني دخلك وكمان تكوني بتفيدي غيرك وبتبيعي منتج قيم جدا جدا جدا، تقدري تاخدي كاش باك من شركه ايكوي. تمام. انا عملت مبيعات كويسه وعاوزه اعمل مبيعات اكتر، لكن ما عنديش الوقت ولا الجهد ولا الطاقه ولا المعارف. يعني عاوزه اقول لك ان مبيعات الكود الشخصي دي تقدري تاخديها بس بمجرد تجربتك للمنتج. تقدري تاخديها احتياجات شخصيه لبيتك. انت شهريا بتشتري منظفات ومنتجات سكين كير، وبتهادي بيها اصحابك ومعارفك، وكمان بتدلي غيرك على منتجات كتير بدون مقابل. انت تقدري تدليهم على منتجات هتفيدهم وتحمي صحتهم ويكسبوا منها كمان، وكمان انت كمان تكوني بتاخدي مقابل كاش باك وهدايا اخر كل شهر. لو انا عاوزه اكبر اكتر واوصل لحريه ماليه، اقدر انشر الخير اكتر واكتر. احنا هنا نشرنا المنتج اللي هو حاجه قيمه جدا 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 وفعلا فيها نفع للناس. انا الحمد لله شخص طموح اكتر، مش عاوزه انا بس اكسب لوحدي، انا عاوزه افتح باب رزق الناس معايا. في الحاله دي هدلهم على عضويه شركه ايكوي. الشركه بتديني مكافاه اسمها مكافاه اشراف على كل حد بيدخل وبيعمل هو كمان مبيعات من الشركه معاكي. هو بيطلب بنفسه، سواء عميل سواء شريك ناوي يبدا مشروع. لما الاشراف دي حد يقول لي طب انا اجيب ناس منين؟ الموضوع بيبدا برده سهل جدا. انت مش محتاجه الاف الناس في الاول، كل اللي محتاجاه شخص اتنين تلاته يكونوا اشخاص فعاله واشخاص منتجه واشخاص طموحه. وبعد كده احنا بنعلمك ازاي تتابعيهم وتدربيهم ويكبروا معاكي. لما الناس دي بتكبر وبتزيد ان شاء الله، يعني الشركه بتديكي مكافاه تانية، مش بس ان انت عرفتيهم على الشغل، دي بتديكي مكافاه على مبيعاتهم هم كمان. مش مبيعاتك لوحدك، ده انت بقى معاكي افراد كمان بتبيع والشركه بتديكي مكافاه على مبيعاتهم. لما بتكبر فريقك اكتر بتاخدي مكافاه اسمها مكافاه قياده. عندنا مكافاه سفر، عندنا مكافاه عربيه، عندنا مكافاه كمان نسبه من ارباح الشركه. انت متخيله انت ما بقيتيش هتاخدي على مبيعاتك الشخصيه ولا مبيعات فريقك، انت بتاخدي على مبيعات الشركه ككل. كل ما الشركه بتكبر جوه وبره مصر انت بتاخدي مكافآت. تمام. احصل على المكافآت دي امتى؟ شرط التفعيل. التفعيل لما بتحققي تارجت مينيمم كده، زي فكره التاجر الجمله. التاجر بيشترط عليكي ان انت تاخدي منتجات مثلا نقول ب 2000 جنيه علشان تبتدي تحصلي على كل المكافآت دي. مش محتاجه برضو الفت نظركم لحاجه. شايفين فرق المكاسب على الكود الشخصي؟ عندك مكافئتين. طب شايفين المكاسب على تكوين تيم؟ يعني مش محتاجه اقول لك انت محتاجه تركزي على مين اكتر.